سليم. تحية للحضور الكريم وتحية للفاعلين الجمعويين الشرفاء النزهاء اللي كيهدفوا إلى إرضاء الله قبل إرضاء العبد، والمصلحة العامة هي الشعار ديالهم. مع كامل الأسف كل ما كنبغوا نتكلموا على بلادنا ولا على المشاكل الجالية كيحير الإنسان بحالاش غادي يبدا. ولكن هذه الاتفاقية الإخوان الخطورة ديالها في كتجلى، الخطورة ديالها وهي مس السيادة المغربية. الساعة اللي كتمس السيادة ديال الوطن راه ماشي سهل. الساعة اللي كتقرا الاتفاقية يقراها شي سياسي محنك ولا اي واحد تشرحها له غادي يقول لك شي واه هولندا تجي للمغرب من طنجة للقويره تلوث على املاك الناس، ما يمكن. او كل المغربي يجي يدير هنا في هولندا غير على ولادو، غير على الهولندي اللي من اصل مغربي نقول له يجي يقلب عليهم هنا، تقول له هولندا اسمح لي. الاتفاقيات الدوليه الساعه اللي كتكون بين دوله قويه ودوله قويه كتكون عساس عليا عساس عليك، كتكون اتفاقيه موزونه. الساعه اللي كتكون اتفاقيه بين دوله ضعيفه اقتصاديا، حنا قويين اقتصاديا ولكن رموز الفساد ونهب المال العام خلوا الدوله للاسف كتعيش مشكل اقتصادي. المغرب ضعيف اقتصادي، ضعيف سياسي، ضعيف حقوقي. غادي تقادوا مع هولندا عندها برلمان، عندها رئاسه حكومه، عندها ملكيه ما كتبان غير مره في العام. ضروري لهذا صدقنا حنا هاد الجاليه المغربيه اللي في هولندا ضحيه ديال الفشل السياسي الذريع ديال الدوله ديالنا المغرب. وفي كيتجلى هذا الفشل السياسي؟ فين هما الجمعيات اللي كنعرف انا شدوا الفلوس من عند وزاره الجاليه بسميت الجاليه؟ فين هما؟ حتى واحد فيهم ما حضر. خصهم يحضروا. ودابا ما بحال اللي قال الاستاذ عبد المنبي ما تلاش كان داكشي. حنا سميت الجمعيه ديالنا لقيناها مع مجموعه من الجمعيات كتعطرنا جمعيه هنا في هولندا شادين 60,000 اورو في المغرب. جمعيه شاده 60,000 اورو وكتعطر الجمعيات المغربيه في هولندا. بالله عليكم هاد المسائل ما تليناش غادي نسكتوا، نبداو بالضعف. الانسان داخل الحرب يبدا باللي ضعيف. هاد الجمعيات بعد اللي باركين عندهم علاقه مع الموظفين ديال وزاره الجاليه، غادي تقول له ها عندك 20 مليون فهادي شحال غدوز لي تحت الطابله؟ مليون. تقول له زيد. حنا هادشي عارفينو. خصكم تعرفوا واحد القضيه الاخوان، هاد اليوم راه يوم تاريخي بالنسبه للجاليه كامل، لا اللي حضر ولا اللي ما حضر. واجب عليكم توحدوا، بعدوا على المسائل الشخصيه والنزاعات الشخصيه. انا كتهمني المصلحه العامه، كتهمني الايجابيات اللي في الشخص، هما اللي كيهموني، والمصلحه العامه. كاين علاش كنقول لكم هذا اليوم يوم تاريخي؟ واجب على الجاليه المغربيه وسيرتو في هولندا توحد وتنطلق تشوف المصلحه ديالها في كاينه. حنا الساعه اللي كنكونوا وكنسمعوا وكنشاهدوا رئيس الوزراء هذا المغرب يضربوا الاساتذه المتدربين، كيستشهدوا الناس في المخافر ديال الشرطه يموتوا، ويقول لك انا ما فراسي والو، راه خطيره هذه القضيه. الساعه اللي كيقول لك رئيس الحكومه، كاين جوج حكومات، هادشي غير البارح صرح به للشعب المغربي، قال لك اودي كاين جوج حكومات، حكومه ديال التعيينات والقرارات، وحكومه قال لك متحكمه ما عرف شكون. وانت مسلم مولانا ومرجع، عندك مرجعيه دينيه ورئيس حزب وما تقدر تقول الاسامي باساميها. علاش قبلتي هذاك المنصب 5 عيمان حتى بقات لك 6 شهور عاد تولي تقول لنا كاين جوج حكومات؟ هذا كنسموه مع كامل الاسف الضحك على الشعب المغربي.
واجب عليكم تناضلوا من اجل التصويت ديالكم نتوما يا الجاليه المغربيه في اوروبا وفي العالم كامل. راه الساعه اللي ما كيكون عندك حق تصوت في بلادك راه كتسمى مالك مواطن. وهاد الوزاره وهاد الحكومه اللي صوتت على هاد الاتفاقيه راه الجاليه كاع ما صوتت عليها، ما صوتت كاع في الانتخابات البرلمانيه. حنا سيدي شدنا هادشي، نتوما كاع ما كتمثلونا. لهذا واجب على الجاليه، كنتمنى من وراء شهر، من وراء عيد الفطر، تتوحد وتبلغ الغايب ونتكلموا من هاد الاطر اللي قدامكم جزاهم الله خيرا. انا والله العظيم كنت كنتمنى يستمروا الاخوان في النضال ديالهم في المحاكم الهولنديه. حتى هولندا الا ما دارت والو يمشوا للمحكمه في اوروبا. اش بغاو في المغرب؟ ها هو دخل المغرب، هو جبد عليهم البلاد. غنعطيكم غير واحد المثال بسيط. الاتفاقيه الاولى كانت 1972 والتعديل ديالها بحال اللي قال الاخ من البيرو، الاخ حليقه 2002، ودابا كاين الاتفاقيه ديال 2015. الاتفاقيه اللي كانت في عهد الحسن الثاني يعني الاستبداد احسن من الاتفاقيه ديال دستور جديد وديال دوله مؤسسات وكذا كذا. شوفوا بحالاش ماشي للور. هنا فين بنادم يعرف القيمه ديال البلاد ديالو، واش ماشي للامام ولا ماشي للور. الاتفاقيه ديال 72 كتحفظ كرامه المواطن المغربي، افراد الجاليه كذا كذا كذا. دابا المواطن المغربي ما يسويش، بحال اللي قال الاخ يمكن العقوبي. هذه الاتفاقيه سيدي راه ما توافق عليها الحكومه حتى تدوز في البرلمان المغربي. ولكن البرلمان المغربي شكون؟ البارح التقاعد وافقوا عليه 27 مستشار في البرلمان. تقاعد، النظام ديال التقاعد 27 ماشي كيت عليكم 27 واحد اللي حاضر من 300 مستشار. او بالله عليكم هذا برلمان 27 يقدروا يصوتوا على يمثلوا 40 مليون نسمه. ثانيا هذا الكلمه الاخيره، وهو ان هولندا خصكم تعرفوها وخصكم تكونوا خويا متحدين متضامنين بعضياتكم، ان هولندا كتستغل الضعف ديال المغرب ديمقراطيا وسياسيا دبلوماسيا واقتصاديا وحقوقيا مع كامل الاسف. اما فيما يخص قضيه الصحراء وبصفتي صحراوي راه نقول لكم كلمه حق وكلمه حق للشعب المغربي، ان قضيه الصحراء بقره حلوب كيحلبوا بها الناس في الدوائر العليا في الرباط. اسهل قضيه عاشها المغرب في تاريخه من النهار اللي بدا جا عقبه بن نافع وقف على المحيط الاطلسي هي قضيه الصحراء. ولكن رموز الفساد واللي كينهبوا مال الدوله جعلوا منها قضيه. ها هي دابا فين وصلتهم مع كامل الاسف. مع كامل الاسف لو كان الصحراوي يحترم ويقدروه ويقدروا تراثه ويقدروا الثقافه ديالو ما تلقاش بوليزاريو كاينين. ولكن كاين خطا من طرف الاجهزه الامنيه في المغرب وصلت المغرب الى هذه الدرجه هذه. ولات المنظمات الحقوقيه كلها ما تلاش تتكلم على اسرائيل ولا يتكلموا غير على المغرب اش داير في الصحراء. وانت بوليسي جدارمي كتشوف مرة لابسه الملح ديالها الحيط الصحراوي تشوفو لابس زراعه تجي دير كاراتي داكشي كان يقر كيجي يطبقوا تما يطير الى السما يضربها هنا ويجيبها هنا والدراري ولاو كيصوروا. وبطبيعه الحال اي واحد شاف هاد التصاور يقول لك اش هاد البلاد هادي. لهذا الهم يكفينا. وما قضيه الصحراء دابا بحال اللي قالت له هولندا راه قضيه عند الامم المتحده، والله يفك القضيه بخير وعلى خير وصافي. السلام عليكم.